أعزائي المتابعين أهلا بيكم. ناس كتير جدا بعتوا لي قالوا لي إحنا نفسنا نتعلم الدهان ومش عارفين ندهن. فعشان كده النهارده هوريكم إزاي ندهن الخشب الطبيعي. خليني في البداية أقول لكم إن الموضوع يا جماعة سهل. في الأول خالص لازم يكون المسطح اللي هيدهن يكون ناعم جدا، وبعد كده في نوعين من الصبغة، في الصبغة الجاهزة أو الصبغة اللي إحنا بنعملها. أنا في الحقيقة بفضل الصبغة اللي إحنا بنعملها دي، بتكون حسا جوز أهي وعليها مية، وبعد كده حته قماشه اهي زي ما حضراتكم شايفين، ومش بعصرها جامد، وببتدي السطح، افرش السطح زي ما حضراتكم شايفين كده، اشبع البطانه، بغرق اهو كويس، يعني بشبع البطانه جامد ها. وبعد كده بنشفها كويس، يعني انا معاكم خطوه بخطوه. يا ريت حضراتكم لو حد عنده حاجه عايز يدهنها يجيبها. انا طبعا فضلت ان انا اعمل السلم او كرسي السلم اللي قدام حضراتكم، لان هو طبعا في تفاصيل كتير، وهو الموضوع صعب، يعني ما هوش مسطع عدل. خليني كده اوريكم كده اهو اهو. الموضوع مش حته كده وخلاص، لا ده فيه تفاصيل كتير، وهو فعلا صعب. علشان كده حبيت ابدا معاكم بكرسي السلم. زي ما قلت لحضراتكم فيه تفاصيل كتير، دايما الحته تكون مليانه بطانه كويس، وبمشي زي ما حضراتكم شايفين كده من الاول للاخر اهو، وبرجع ابلها كل شويه، بخليها مبلوله، وتكون زي ما حضراتكم شايفين تكون دايما ما تنشفش. انا زي ما حضرتك شايف كده بعمل ورشه تعليم الدهان للساده المشاهدين. اهلا بيك. لو حابب تتفرج معانا وتتعلم ازاي ندهن اتفضل. دخل ليا ضيف وبعد كده لقاني مع حضراتكم فاتكسف ومشي. طبعا احنا ما عندناش مشكله ان الضيوف تيجي وتتعلم، والموضوع بقى يعني انا بسعى كل السعي علشان نفسي كل الناس تتعلم حرفه. يعني المفروض كل واحد مننا يكون على الاقل يعرف حرفه يدويه. الموضوع كمان عايز اقول لحضراتكم ان ممتع جدا. يعني شايفين انا كده بسبغ، هي دي اول مرحله، مرحله التسبيغ. النهارده ورشه النهارده انا هوريكم ازاي بنسبغ. زي ما حضراتكم شايفين انا عمال اشبع البطانه وبس، وبعد كده لما هشبع خالص، انا عندي طبعا اللي بتنونو ده بوسي. بوسي حبيبتي دي بتيجي بتسليني، القطه بتاعتي جت النهارده انا وهي اتغدينا مع بعض. ايه يا بوسي، ايه يا بوسي، النهارده انا وهي اتغدينا مع بعض وشربنا ميه، وتقريبا هي محتاجه نفسها في كوبايه شاي باين ولا ايه. لا انت اتغديتي خلاص يا بوسي، انت اتغديتي، ما تبيش تفسى يا بوسي. ايه يا بوسي. زي ما حضراتكم شايفين عايز اقول لحضراتكم القطه مش عارف، هي مش باينه قدامكم. بصوا كل مكان بحط فيه البطانه اي حته خشب بصبغها، ما بخليش حاجه خشب على لون الخشب خالص. ليه؟ لاني اهي زي ما حضراتكم شايفين بقلب بقى الكرسي يمين وشمال وفوق وتحت، وكل حته بصبغها. مهم جدا كمان اكون بشتغل بسرعه، وما ينفعش لاي ظرف من الظروف اسيب الجزء. ليه؟ لان البطانه لما بتنشف بتبقع، فانا طول ما هي طريه كده انا بقدر اتحكم فيها. زي ما قلت لحضراتكم ببطن كل جزء، ويهمني جدا زي ما حضراتكم شايفين انا باجي عند المزانق وبركز عليها علشان ما تكونش مبقعه. هتشوفوا دلوقتي بعد ما هخلص بطانه هعمل ايه. انا كده مع حضراتكم خطوه بخطوه عمال بقلب في الكرسي يمين وشمال وفوق وتحت. ليه؟ علشان ما اسيبش جزء مش متبطن. اهو زي ما حضراتكم شايفين انا مركز على طبعا زي ما حضراتكم برضو شايفين انا لابس جلافز. ليه؟ لان البطانه بتبقع وبتخش بين الضوافر، وبتكون الموضوع صعب جدا. انا كده تقريبا بطرت الكرسي، هعصر الحته جامد قوي 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 قوي، يعني عصرتها جامد، وهبدا بقى انشف الكرسي. كل حته انا مشيت عليها في الكرسي هبدا انشف البطانه علشان ما تكونش مبقعه وما يكونش فيها حته فاتحه وغامقه. طبعا هو الموضوع يا جماعه محتاج ممارسه، لكن هو الموضوع ممتع وموضوع سهل جدا. وبرضك هفضل اقلب الكرسي علشان
كل منطقه فيه اهو زي ما حضراتكم شايفين. ده الكرسي اللي هو السلم. يعني انتوا حضراتكم تقدروا تطلبوه مني من غير دهان وتوفروا ثمن دهانه وتدهنوه بنفسكم، وهيكون طبعا ممتع جدا ان انتوا تدهنوا الكرسي بايديكم. وكده احنا خدنا الجزء اللي تحت دهناه بطناه، وبعد كده انا هكتفي بهذا القدر في الفيديو ده علشان ما يكونش طويل على حضراتكم. والفيديو اللي جاي هوريكم نبتدي ازاي نخدمه السيلر، وبعد كده بالصنفر وباخد معجون. هو مراحله احنا في الاول خالص بنصبغ الاول خالص بنصنفره، وبعد ما بنصنفر بنصبغ الكرسي زي ما حضراتكم شايفين. كل حته فيه اهي في بس حتت نشفت وحتت لسه ما نشفتش. لما ينشف هيبقى كل الكرسي لون واحد. وبعد ما نخلص صنفره كويس بنصبغه زي ما قلنا. بنجيب الحصى جوز في ميه سخنه وبندورها حسب اللون احنا اللي عايزينه. لو عايزين غامق بنزود الحصى جوز، عايزين فاتح بنبتدي نزود الميه لغايه الدرجه اللي احنا عايزينها. انا فضلت اللون ده، اللون الجوزي الغامق شويه. وبعد ما بنبطل بنسيبه ينشف تماما، شوفوا ينشف خالص، يعني ساعه 2 3 لغايه لما ينشف كويس جدا. وبعد ما بينشف بنبتدي نديله سيلر، نديله مره واثنين وثلاثه واربعه، وكل مره بندي فيها سيلر بنصنفر. في الفيديو اللي جاي هتشوفوا وهتتبسطوا ان شاء الله، هتلاقوا موضوع الدهان سهل. اشكركم والى اللقاء، تحياتي اشرف شندي.